من ألقى ميمي شكيب من شرفتها؟ وهل ماتت بإرادتها أم بإرادة غيرها؟ وما السر الذي خبأته عن أعين الناس حتى رحيلها؟ وكيف تحولت من أميرة تسكن القصور إلى سجينة تحت التهمة والظلم؟ حكايتها لغز يهمس به في أروقة التاريخ، وسر لم يكشف حتى اليوم. ولدت الفنانة ميمي شكيب في القاهرة سنة 1913، واسمها الحقيقي أمينة شكيب، من عائلة عظيمة من أسر الباشوات. تربت في بيت يفيح بالثقافة والرقي، ودرست في مدارس فرنسية راقية. من صغرها كانت تميل إلى التمثيل والظهور، ومع أختها زوزو شكيب بدأت في عالم المسارح، وما لبثت أن أسرت القلوب بصوتها وطلتها وقوة شخصيتها. دخلت السينما في الثلاثينيات، وأصبحت واحدة من نجوم زمانها. من أشهر أفلامها اللص والكلاب، الحب بدأ بعد نص الليل، سماء لا تمطر، ناس في الظل، والله معنا، وكلها أعمال أثبتت فيها أنها ممثلة مختلفة وقديرة. أبهرت الجمهور وحجزت لنفسها مكانا بين نجوم الصف الأول. وفي خضم هذا المجد جاء الحب، فتزوجت من الفنان سراج منير، الذي كان يعتبر أحد أرقى وأذكى ممثلي زمانه. كان حبهما نقيا وعميقا، وقد قال لها يوما: أنت هدية الحياة التي أتتني بعد صبر طويل. عاش سعادة لم تدم طويلا. فبوفاة سراج منير سنة 1960 انكسر قلب ميمي شكيب، ودخلت في عزلة طويلة. توالت السنون وقلت الأعمال، وبدأ البهاء الذي أحاط بها يخفض. وفي سنة 1979 اندفع اسمها فيما سمي قضية الآداب الكبرى، واتهمت هي وبعض النساء المعروفات، وأودعت السجن قبل أن تبرئها المحكمة من كل التهم. ولكن الناس لا ترحم، فسقطت من عيون الجمهور، وتركها أكثر أصدقائها، فتقوقعت في بيتها وعاشت وحدها سنوات طويلة. وفي يوم الخميس 5 من مارس سنة 1980 سقطت ميمي شكيب من شرفة منزلها في الدقي، وانتشر الخبر في الصحف كالنار في الهشيم. جريدة الأهرام كتبت: مصر تفقد فنانة كبيرة في ظروف غامضة. وفي الأخبار جاء العنوان: انتحار ميمي شكيب أم جريمة قتل؟ الجميع تساءل: من كان في المنزل معها؟ ولماذا لم يعثر على دليل واحد يثبت أنها انتحرت؟ وفي جنازتها حضر قليل من الزملاء، وبكتها زوزو شكيب بصمت وألم، وقالت يومها لأحد الصحف: أختي ماتت وهي تحمل في صدرها سررا لن يعرف. هكذا انتهت حياة الفنانة التي أبهرت الجمهور وأضاءت الشاشة. وبقي سؤالها يطارد التاريخ: هل سقطت بالحزن أم دفعت بالغدر؟ الحكاية الكاملة والتفاصيل المخفية هتسمعوها على قناتي هحكي وما تستغربش، وما تنساش تشترك وتدعمني.